السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل الحلو اللي معانا ده، القمر ده. بصوا هشة وجميلة ازاي، وسهل وبسيط خالص، ما بياخدش حاجة معانا. من برضو الحلويات البسيطة السهلة، اللي هي البقلاوة او الجلاش بالمكسرات او البغاشة بالبلدي زي ما بيقولوا. حاجة سهلة خالص وبسيطة، ما تاخدش معاكي حاجة، يعني اسرع حالة ممكن تعمليه. انا اول حاجة معايا هنا كده شوية مكسرات سوداني، على جوز هند، على شوية سكر. وهنا كان عندي شوية زبيب كانوا ناشفين شوية، فنقعتهم في شوية مية دافية، بصوا عشان يطرى معايا وما ينشفش معايا في الحشو. ومعايا مادة دهنية، أي مادة دهنية انت عايزاها، بسيحها كده على النار شوية، وبحط فيها نص معلقة بودر عشان تخلي معايا الطبقات هشة ومقرمشة. ببتدي كده أرص كده طبقات الجلاش معايا. باحاول أنقي الأجزاء اللي هي بتبقى متقطعة أو متكسرة وباحطها في النص، واحط بقى الورق السليم من على الوش، وباحط بين كل كام طبقة كده والتانية دهنة من المادة الدهنية اللي معايا، أي مادة دهنية، زبدة، سمنة، زيت على زبدة، زيت على سمنة، زي ما انتي تحبي. ببتدي كده احط الطبقات بتاعتي، وفي النص احط ايه من المادة الدهنية بتاعتي دي. وزي ما قلتلك بحاول انقي الاجزاء المتقطعة واحطها كده في النص واداريها. سهلة خالص وسريعة، ما خدتش وقت معاكي. وببتدي بقى احط كده بعد كام طبقة من الجلاش، بحط المكسرات بتاعتي. زي ما قلت لك انا عامله حشو الغلابه سوداني على جوز هند وشويه سكر، والزبيب بقى صفيت من عليه الميه وبحطه. انا بعمل الحركه دي عشان ما ينشفش معايا في التسويه، هو اصلا يعني كان بقاله فتره فنشف كده شويه. فبعمل ايه بقى، بعمل الميه المغليه دي واحطه فيها شويه، بيطرى معايا تاني وبيرجع اكنه طازه ولا في اي حاجه. وبرجع بقى بكمل طبقات الجلاش بتاعي تاني، زي ما قلت لك برضو بنقي برضو الاجزاء اللي هي متقطعه او متكسره من بعضها، واحطها هي في النص، وابتدي احط برضو الفواصل بتاعتي بالماده الدهنيه بتاعتي. اهو زي ما انت شايفه كده، باخد الحتت اللي هي متقطعه الصغيره دي ارصها في النص، واحط بقى الايه الورقه الكبيره السليمه على الوش. هخلص بقى كل الطبقات معايا. سهلة خالص سريعة، ما اخدتش وقت، يعني ممكن انتي جنبك وانتي بتعملي كده الغدا بتاعك وهو والع بقى عليه بيكمل تسوية، تعملي الصينية دي في ثواني. هي اهم حاجة ان انتي بس تكوني مطلعة الجلاش معاكي من بدري اول ما تقومي، عشان يفك ما يبقاش مفرفت معاكي وهو ناشف وتعمليه فيتكسر معاكي. انا بطلعها بس من بدري اول حاجة عشان تفك، وبسيبها جنبي، ببتدي اولع على اكلي واخلصه واعملها بقى بعد ما اخلص. سهلة خالص، ما اخدتش وقت معانا زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى احط بقية المادة الدهنية كده من على الوش، وهبتدي اقطعها التقطيعة اللي انا عايزاها مثلثات، عايزاها مربعات، عايزاها سمبوكسات، انتي وراحتك وحسب ما انتي بتحبي تاكليها انتي واسرتك. بكمل كده ايه شوية برضو من المادة الدهنية بتاعتي. هدخلها بقى على فرن يكون يعني سخن، او انا مولعاه من قبليها. بصوا لونها ذهبي وجميلة ازاي، ما شاء الله. ما اخدتش وقت على فكرة في النار. بسقيها بقى بشربات بيكون مش تقيل زي بتاع الكنافة، وبيكون بارد، هي بتبقى سخنة وهو بيبقى بارد، بسقيها بيه. لو انت عايزاها طرية بتغطيها بعد ما بتطلع وهي سخنة لسه بعد ما تسقيها، لكن لو انت عايزاها مقرمشة كده ومخرفشة معاكي وهشة، هتسيبيها كده عادي وتسقيها، وتبتدي بقى تقطعيها بعد ما تهدى. بس بصراحة سهلة ولذيذة، ومن أكتر الحلويات المشهورة عندنا في مصر. اتفضلوا معانا، ما شاء الله طالعة هشة وطبقاتها مفرغة، عشان معلقة البيكنج باودر اللي احنا حطيناها مع المادة الدهنية. بس طالعة يعني ايه سواريهات كده صراحة، يعني ما شاء الله عليها، بألف هنا وشفا. يا رب كل وصفاتي تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتكتبوا كده تعليق حلو زيكم بذكر الله.